سيد الوزير، لقد خرقتم الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تدخل السلطة التنفيذية في تدبير شؤون ديال الصحافة. لا يخفى أن صحافتنا تعيش محنة حقيقية. كفى من التحكم وكفى من التغول وكفى من التصريحات المستفزة. وعدتوا بأن كاين قانون اللي يمكن تدرسوه. لا أعتقد أن الزمن التشريعي اللي باقي دابا كافي باش تكون إجراء انتخابات في وقتها. بركة من محاكمة الصحفيين بالمقتضيات ديال القانون الجنائي ومعاقبة ديالهم بالغرامات مالية ضخمة، مليار و500 مليون وزيد. السيد الوزير، لا يخفى أن صحافتنا تعيش محنة حقيقية في عهد هذه الحكومة، تأهيلا وتخليقا وتشتيتا للجسم المهني مع إقصاء المنظمات المهنية والاستفراد بالقرار. سبق لنا قلنا لكم أن إقبار المجلس الوطني للصحافة وتعويضه بلجنة مؤقتة ومعينة هو نكسة كارثية، وتدخل سافر من الحكومة في تدبير هيئة مهنية مستقلة، حيث أدخلتم التنظيم الذاتي للمهنة في نفق مسدود، وأحللتم أسلوب تعيين عوض الانتخاب ومنطق التبعية عوض مبدأ الاستقلالية. اليوم أجل المهلة المحددة للجنة يكاد ينتهي، لكن دون أن يبدو أي انفراج في الأفق، فلا تقييم جماعي ولا تصور تشاركي للقطاع قد أنجز، ولا معالم انتخابات تحضر، ولا أواصر الجسم الصحفي توطد. الخوف، كل الخوف أن يصبح استثناء قاعدة والمؤقت والدائم. لذلك نسائلكم سيد الوزير عن الأفق الزمني لإعادة الأمور إلى نصابها عبر انتخاب المجلس الوطني للصحافة والنشر. شكرا. شكرا. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. موقع التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، نسائلكم سيد الوزير. شكرا. السؤال الثالث وهو آني سيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاشرة. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد الوزير، نسائلكم عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز وتقوية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والتعزيز ديال المبادئ ديال الاستقلالية ديالها. شكرا. شكرا. السيد الوزير، تفضلوا المنصة بطبيعة الحال. شكرا سيد الرئيس، شكرا على طرحكم هذه الأسئلة والتي تهم قطاع الصحافة باعتبارها خدمة عمومية وضرورة لبناء أي ديمقراطية، ذلك أنها شأن مجتمعي وكتهم المجتمع بكامله. من هذا المنطلق كان هناك مسار يسعى لضمان استقلالية مهنة الصحافة وتخليقها. هذا المسار انتهى بخلق المجلس الوطني للصحافة في 2018 كإجراء للتنظيم الذاتي للمهنة. وإن المسار الذي انتهى بإرساء المجلس الوطني للصحافة لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو يعكس فهم عميق بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي. وكيهدم التنظيم الذاتي للمهنة الصحافة إلى تعزيز حريتها وتكريس الحق الدستوري في ممارستها. وبالطبع الفصل 28 من الدستور واضح، والذي نص أيضا على أن التنظيم مهنة الصحافة يكون وفق أساس ديمقراطية، مما يعني أن النص الدستوري اعتبر الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي. كما أن التنظيم الذاتي يسعى إلى حماية المهنة من الممارسات الغير الأخلاقية أو الغير المهنية التي قد تضر بسمعتها، مثل نشر الأخبار الكاذبة، التضليل وغيرها من الممارسات السلبية، علما أن التنظيم الذاتي لا يهم الصحفيين فقط وإنما المجتمع، لأن الصحافة تبقى في خدمة المجتمع. قبل 3 سنوات اشتغلنا على توحيد المكونات الأساسية في الصحافة المغربية. كانت هناك وجهات نظر مختلفة حول التنظيم الذاتي للمهنة والمؤسسة التي تشرف عليها، خصوصا وأن القانون الحالي أظهر بعض النواقص واجب تعديلها. وفي هذا الإطار واصلنا المسار الإصلاح عبر إخراج مرسوم بقانون يحدث لجنة مؤقتة انطلاقا من المجلس الوطني للصحافة حاليا، باعتباره مؤسسة منتخبة سنة 2018 من طرف المهنيين وله الشرعية في أن يشارك في هذا المسار. هذه اللجنة اشتغلت طيلة سنة ونصف على تصور شامل لمهنة الصحافة، انطلاقا من تنظيم الذاتي إلى تطوير الممارسة. هذه الخلاصات كانت بالنسبة لنا مصدر إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة تمت مناقشته داخل الحكومة أو نناقشه حاليا داخل الحكومة من حيث الشكل، على أن المضمون هو موضوع مناقش مع المهنيين في إطار التنظيم الذاتي للمهنة.
وهناك اشتغال يومي لإخراج نص قانون يضمن ممارسة التنظيم الذاتي وتخليق مهنة الصحافة. والحكومة حاليا في نهاية المسار آلية تنزيل قانون لضمان التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة واستقلاليتها. وشكرا. شكرا سيد الوزير. نمر إلى تعقيبات فريق التقدم والاشتراكية. سيد الرئيس المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، سيد الوزير المحترم، طبقا يعني التفاعل ديالكم مع السؤال ديالنا وعدتوا بان كاين قانون اللي يمكن تدرسوه. لا اعتقد ان الزمن التشريعي اللي باقي دابا كافي باش تكون اجراء انتخابات في وقتها. اصبحت هذه اللجنه المؤقته السيد الوزير وليت نتوما كتحملوا المسؤوليه لان تحولتوا من المؤقت للتمديد للمؤقت، تتحمل المسؤوليه. اصبحت اليوم البيانات المضاده، اصبحت هذه اللجنه المؤقته خلقت مشاكل داخل المهنه، والمثال هو مع النقابه الوطنيه ديال الصحافه. ولهذا اليوم سيد الوزير عليكم الا ما كانش الزمن التشريعي كيسعف باش يحبس هذا الشيء وتكون واحد الهيئه، ومن بعد القوانين يمكن لها تدار من بعد، ولكن باش يبقى هذا العبث ما يمكنش يستمر سيد الوزير. شكرا. شكرا سيد الرئيس. مجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب. سيد الوزير، لقد خرقتم الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تدخل السلطة التنفيذية في تدبير شؤون ديال الصحافة. اللجنة المؤقتة النهار جبتوها ووجهت بالرفض واعتبرت نقص من النقوص ديال الديمقراطية في هذه البلاد، واعتبرت انقلاب تشريعي. سيد الوزير، يا حسرة حنا اللي كنطريسوا المجلس ديال حقوق الإنسان، كيف يستقيم هذا مع هذه الوضعية اللي حنا كنعيشوها؟ الكلام اللي قلتو دابا سيد الوزير لا علاقة له بأرض الواقع. كفى من التحكم وكفى من التغول وكفى من التصريحات المستفزه. درتوا على تكميم الافواه ودرتوا تصريح على القانون 2022. ماذا تعدون حتى باش مع من تتشاورون في هذا الاعداد؟ سي الوزير، درك من محاكمه الصحفيين بالمقتضيات ديال القانون الجنائي ومعاقبه ديالهم بالغرامات ماليه ضخمه، مليار و500 مليون وزيد. شنو هي المزاله اللي كنعيشوها؟ سي الوزير جاوبنا، هاد البطائق شكون اللي كيعطيهم، شكون اللي كيحيدهم؟ سي الوزير، الدعم العمومي فاحت رائحته كيمشي للمؤسسات اللي هي معروفه وكيتقصوا منها المقاولات الصغيره والمتوسطه والجهويه والمحليه في ضرب صارخ للعداله المجاليه. فينا هي المنجزات ديال هذه اللجنه، فينا هو الاعداد الجيد للانتخابات، فينا هي المشاورات الجيده، فينا هو البناء والاعاده البناء ديال المجلس الوطني للصحافه اللي نتوما قررتم ودخل المغرب في واحد اللائحه ديال الدول اللي كتشرع التنظيم الذاتي للصحافه. فينا هو هذا الشيء كله سيد الوزير؟ متى غادي ديروه؟ راه صافي الصحافه والناس وحريه التعبير اصبحوا الناس كيتخوفوا من هذا الشيء اللي كديروا. وشكرا سيد الرئيس. شكرا السيده النائبه المحترمه. فريق الاصاله والمعاصره، سيد النائب محترم، تفضلوا. نشكرك سيد الوزير على المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها على رأس هذه الوزارة. بدرتم مشكورين إلى إصدار المرسوم اللي كيهدف لتنظيم هذا القطاع من خلال توسيع الاختصاصات ديالو باش يشمل واحد العدد ديال المجالات، وعلى رأسها تعزيز آليات مكافحة الأخبار الزائفة. إلا أن استمرار تدبير المهام الجسم الصحفي الوطني من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون هذا القطاع لقي ولا يزال طبيعي ولا يزال معارضة من طرف بعض مكونات القطاع اللي اعتبرت وكتعتبر أن مثل هذا الإجراء التدبيري يمكن أن يؤثر سلبا على التطوير ديالو، علما أنكم السيد الوزير قد أكدتم ما مرة على أن هذا الإجراء القانوني والاستثنائي لا يمس نهائيا التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ولا يستهدف استقلالية ديالها ولا يجعل منها رهينة بيد الحكومة، بل أنكم فتحتم المجال أمام كافة المعنيين بالقطاع المساهمة في النقاش العمومي والإدلاء، غير أن النزاعات التي ما فتئت تخترق الجسم الصحفي بسبب الإشكالات المتراكمة والمتوارثة حالت في الواقع دون تحقيق هذا الهدف المنشود. وعليه السيد الوزير فإننا نعتقد بأن تجاوز العديد من هذه الإشكالات كيستلزم ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات ديمقراطية. شكرا سيد نائب محترم. تعقيب إضافي، هل هناك من تعقيب إضافي؟ هل هناك من تعقيب؟ لا يبدو. سيد الوزير فيما تبقى من الوقت تفضلوا. هنا فيما بغيتي سيدي. شكرا سيد الرئيس.
شكرا سيد الرئيس، شكرا سيده النائبه، شكرا سيد النائب. عافاك غير بعض ملاحظات بالنسبه لكارت بريس اللي تكلمتي لهم سيده النائبه. هذا من اختصاص المجلس الوطني للصحافه منذ 2018، ليس من اختصاص القطاع. وحنا واكبنا يعني مشينا في هذه العمليه، ما اعتبرنا بان خصو يبقى من اختصاص المجلس، يعني من اختصاص الصحفيين، ما يكونش من اختصاص الحكومه. بالنسبه للدعم لحد الان وهذا الشيء قلناه في اللجنه سيده النائبه، الدعم الوحيد اللي مشى هو للصحفيين ماشي للمؤسسات. وعاد بدينا طريقه ديال الدعم الجديد، وراه درنا واحد البيان رسمي وفيها اللجنه اللي غتدرس لا الدعم الموجه للصحافه الجهويه ولا بالنسبه يعني للمقاولات الوطنيه، ومستعد باش نناقش معكم حتى الدعم اللي مشى لهاد الصحفيين بكل شفافيه من 2020. اليوم ما تبدلاتش، يعني داك الشيء اللي دارته الحكومه السابقه كملناه في اطار ما عشناه من الكوفيد، وعاد دابا غيبدا دعم جديد سيده النائبه المحترمه. بالنسبه للقانون سيد الرئيس المحترم، احنا في يعني في ما خفت نقول لك ماشي في الايام الاخيره، وانا ذاك غنناقشوه بالطبع في مجلس النواب والمجلس المستشارين، وديك الساعه راكم نتوما المشرعين غنشوفوا معكم انا ذاك شنو ممكن يتصلح، شنو ممكن يتعدل، شنو يمكن نبدلوا. فقط الفكره الاساسيه اللي خدمنا بها منذ مجيء هذه الحكومه الا سمحتوا لي، حاولنا في الاول نجمعوا ما بين المكونات، حاولنا ما نجحناش في هذه العمليه، اعتبرنا بان لا لهم الاستقلاليه، فكلفنا المجلس الوطني باش يعطينا قراءه على الوضعيه، واعتبرنا راسنا كاليه، يعني داك الشيء اللي تفاهموا عليه كمجلس وطني غنجيبوا ونناقشوا بعضياتنا انا ذاك كمشرعين، لا في مجلس النواب لا في مجلس المستشارين. نتسناو بعدا، حنا راه قلت لكم لحد الان ما ناقشناش المضمون، ناقشنا غير الشكل، واش هذا الشيء يحترم الدستور او غير محترم الدستور، يعني الشكليات. انا يعني عطيونا بعض الايام باش انا ذاك نوافقوا عليه في مجلس الحكومه ونناقشوه في اللجنه كيف ما كنديروه دائما، وبالطبع يجي